السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي المتواضعه. اذا كنت اول مره تشاهدوا القناه من فضلكم اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. اذا بما انه الحجر الصحي راهو مكره لنا حياتنا، اذا مع ولادنا وكامل راني درت لكم الشيبس المحلات، يجي بزاف مقرمش وبزاف بنين وبزاف هايل ويشد مده طويله بلا ما تروح له القرمشه تاعو. اذا اللي مهتمه اتبع معايا الفيديو للاخير، لكن ما تنساوش ديروا جيم قبل الخروج من الفيديو. اذا نبداو على بركه الله في صنع الشيبس تاعنا، الشيبس منزلي كيما تاع المصانع. اذا واش نحتاج لهذا الوصفه؟ بطاطا، يعني الكميه اللي حبيتو. عندي لهنايا خل، وعندي طرشونه نقيه، وعندي اللي نقشروا بها البطاطا ولا اللي عندكم ولا موس. اذا الحاجه الاولى تقشروا البطاطا تاعكم بيان سور وتغسلوها مليح مليح. اذا قبل ما نبداو نقطعوا شرائح البطاطا، لهنا كاين في كيس الشيبس كنجيبوه ديما نلقاو شرائح صغيره وشرائح كبيره تاع الشيبس. باه نتحصلوا على شرائح كبيره لازم نقطعوا الشرائح بالطول، يعني نحكموا حبه تاع بطاطا كما راكم تشوفوا في الصوره، ونبداو نخرجوا شرائح البطاطا. بصح واذا كانت حبه تاع بطاطا صغيره اكيد راح نديروها بالعرض، راح تعطينا شرائح صغيره بزاف. واللي ما عندهاش يعني القطعه اللي راني نستعمل فيها انايا ماشي ضروريه هذه، تستعمل نقشر بها البطاطا، نحكموا كما راكم تشوفوا الحبه على العرض تعطينا شرائح صغيره. واللي ما عندهاش كما قلت لكم تستعمل هذه القشره تاع البطاطا، كاين انواع منها، تقطع شرائح روعه يعني تساعدكم بزاف كما راكم تشوفوا، يعني كما هي كما الاولى عادي. واللي ما عندهاش معليش تستعمل الموس، بصح تدي بزاف وقت. بعد ما كملت قطعت شرائح الشيبس كامل كما راكم تشوفوا، عندي اناء فيه ما بارد ماشي ما سخون، ما بارد، نديرو كامل هذوك قطع البطاطا لداخل. لازم نغسلوا شرائح البطاطا مليح بهذاك النشا تاع البطاطا كامل يخرج منها. صح يعني تشوفوا المراحل تقولوا باللي بزاف صعيبه ولا، بصح ما كاش يعني حاجه سهله، يعني كل حاجه فيها مراحل. كما راكم تشوفوا راني نغسل في شرائح البطاطا مليح مليح، لازم نخرج كامل هذاك النشا. شوفوا كيفاه خرج، مازال كاين فيه، نروح نصفيها ونعاود نعمر الماء للمره الثانيه. كل وحده فاش حبت تصفي تستعمل الصفايه تاعها. نصفيه تحت العين ونعاود نعمر الماء. لهنايا راني عاودت المره الثانيه نعاود نزيد نغسلهم هكذايا، على خاطر مازال فيه نشا، البطاطا معمره نشا. هذاك نشا يعني يخلي الشيبس من بعد ساعه ولا ساعتين يطرى، يولي طري بزاف. نشلل البطاطا زوج مرات. لهنا راني شللته المره الثانيه، دوكا المره الثالثه نعمرها بالماء وندير قطرات من الخل، حوالي 2 ملاعق خل احمر او خل ابيض اللي عندكم ما يهمش. ضروري هذه المرحله تاع الخل، ونشلل مليح. شوفوا لهنا الماء راهو صافي بزاف، يعني صاي داك النشا خرج كامل من شرائح البطاطا. غسلوا مليح البطاطا تاعكم، خليو هذاك الخل كامل يتغلغل في شرائح البطاطا. شوفوا كيفاه رجع الماء تقريبا راهو صافي 95%. لهنا عاودت صفيته للمره الثالثه، وزدت درت المره الاخيره شويه ماء، وزدت درت شويه تاع الملح. نعاود ندير له هكا نغسله مليح بالملح المره الاخيره بالملح. وخلاص نصفي الماء من البطاطا هذه كامل. اذا بعد ما صفيتها وخليتها قطرت شويه من الماء، خرجت الماء تاعها كما راكم تشوفوا. هنايا واش راح ندير؟
جبت لهنايا طرشونه ولا تجيبوه فلقه ولا كيما تحبوا. نوزع هاد شرائح البطاطا لهنايا على جال باش الماء هذاك كامل تمصو الطرشونه. ما ديروش بابي يعني ورقه طهي ولا واش ديروا، ما ديروا حتى شيء، على خاطر كان ديروا البابي راح يسق لكم كامل في شرائح البطاطا. هكذايا باه نمسح برك هذوك، شوفوا كيما هكذايا نمسحها كامل، نشفها من الماء. شوفوا المهم شوفوا كيفاش نشفوها مليح، نشفوها ماشي كامل 100% بصح نشفوها شويه من هذاك الماء هكذايا. وزعوها هكذايا خلوها تنشف. وانا راني درت الزيت تقلب من تحت للزيت هكذا، ودائما النار تكون يعني قويه شويه. واللي حبت الشيبس تاعها ابيض تنحيها ابيض، واللي حباتو احمر ذهبي كيما تاع المحلات تستنى عينها ميزانها حتى وين تشوف البطاطا، وماشي تخلوها حتى وين تحرقوها. ولازم الزيت تكون كميه مليحه. علاش انا درت في كاسرونه؟ باه الكاسرونه ماهيش كيما المقله عريض، يعني الكاسرونه اذا درت كميه شويه يعني تهز لي وتطلع هذيك الزيت تولي مليحه. راهم لكم شرائح الشيبس بداو يحمروا. شوفوا لازم تبقاو تحركوا سينو راح يتحرقوا لكم، يعني جهه تبقى خضراء وجهه تبقى تولي حمراء. تبقاو تحركوا هكا كما راكم تشوفوا، ما تلصقوا لا والو. راهم لكم كامل مفتوحين. شوفوا الان هنا يكفي، انا نبدا نحي فيهم، نديرهم مباشره في اناء بدون حتى ما تحطوهم على حتى بابي ولا على طرشوره، مباشره في الاناء هكذا. قطروهم غير هكا شويه. طريقه هاي لكم ما يهزوش الزيت، مقرمشين الله الله، وتفرحوا بهم ولادكم ولا حتى ديروهم في السهره. ولا نزيد ندير الكميه الاخرى مباشره، نرمي ما ندير لا بالوحده لا والو كما قلت لكم. معليش راني نعاود لكم نفهم على خاطر كاين بزاف اللي ما يفهموش، يعني شويه راسهم ثقيل هكذا. نخليه واحد دقيقه ونص. الشرائح الاولى اللي طابت راكم تسمعوا، هاي ليكم. شوفوا بعد دقيقه هكذاك راح ندير مره اخرى كميه تاع الماء هكذا ورش، ما يصرى والو. شوف يعني ما كاين حتى خطوره، واللي خافت تتباعد وتهرب هي ما كان حتى شيء، حتى تفاعل ما دير والو هكا باش نوضح باه ما نلقاش انتقاد من هذوك اللي يحبوا ينتقدوا بزاف بدون سبب، ولا يخرجوا على الموضوع تاع حتى الفيديو يحطوا لي انتقادات. يعني لو كان نلقى انتقادات يعني هكا ينتقدوا على شيء الواحد باش يصحح من الاخطاء تاعو، معليش المشكل يخرجوا خلاص تماما على الموضوع. هنا ما كاين حتى خطوره، يعني هنا في المصانع هذه الطريقه يديروها. نكمل على نار قويه ونبقى نحرك هكا حتى وين الشيبس تاعي يوجد كما هذا. الشيبس تاعي راهو جاهز، راكم تسمعوا. شوفوا ما لصقوا مع بعضهم لا والو. شوف شحال نبغي كي نلقى في كيس تاع الشيبس كيما هذو كبار هذو اللي قطعتهم بالطول، والصغار اللي قطعتهم مثلا هكايا اللي مقطعين بالعرض هكذا. شوفوا شحال شابين هاد الكبار. شوفوا الان واش ندير لهم، نخلي شويه ندير لها الملح وشويه ندير له الحار. لهنا عندي فلفل حار ومخلط مع شويه ملح، نديرو في كميه صغيره ونخلط، ندخل هذاك الفلفل الحار مليح في شرائح الشيبس اكيد هنايا لعشاق الحار. والكميه المتبقيه راح ندير لها الا ملح كما راكم تشوفوا، ونخليه يتشرب هذاك الحار يولي حار روعه. والباقيه ندير لها الملح، واللي ما ياكلش الملح وما ياكلش الحار يستعمل يخليها كما راه مسوس. اصلا درنا له شويه ما في الملح يعني ماهوش مسوس كامل.
راني كملت الشيبس ديالي. ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها وتفرحوا بها ولادكم في هذا الحجر الصحي. هذا الاولاني فيه الحار وهذا فيه الملح. انا الاطفال ديالي راهم قضاو على البقيه. اذا خياتي خاوتي نقول لكم ما تنساوليش جام على الفيديو من فضلكم، واللي تقدر تهز الرابط حطوه في مواقع التواصل الاجتماعي او في الصفحه تاعها الفيسبوكيه، هكاك دعم منكم. وخلوا لي التعليقات تاعكم وبارطاجيو الفيديو من فضلكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه ادير اشتراك في القناه. وان شاء الله يا ربي بارك تنجحوا مع هذا الشيبس تاع المحلات. نقول لكم تهلاو في رواحتكم وما تنساوليش جمال الفيديو والى الملتقى ان شاء الله.